يا أهلا بيكم. وصفتنا النهاردة في منتهى السهولة. هنعمل كوكيز بالزبادي بسيط وسهل جدا. ممكن يتقدم جنب فنجان القهوة أو كوباية الشاي. هو شوية شبه البسكوت، واخد قرمشته من بره لكن من جوه طري وهش جدا. السكر كمان فيه احنا اللي بنتحكم في الكمية اللي بنحطها. مكوناته بسيطة وتقريبا موجودة عندنا في كل بيت. يلا بينا، بس قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو انتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم فيها. المكونات اللي هنستخدمها بسيطة جدا: كوباية ونص من الدقيق، وكوباية زبادي الحجم الصغير، لو هنعايرهم بالمعلقة يبقى تقريبا 8 معالق كبار، وحوالي كمان 100 جرام من الزبدة، تقريبا برضو 8 معالق كبار، ومعلقة ونص كبيرة من السكر، ورشة ملح. المكونات كلها هتلاقوها مكتوبة بالكوباية وبالجرام في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أول حاجة هنعملها هنخلط المكونات الجافة مع بعضها، الدقيق وعليه السكر والملح، وهنقلبهم مع بعض الأول. وبعدين هنضيف عليهم الزبدة. الزبدة بتكون معانا ساقعة لكن مش متجمدة، يعني ممكن أطلعها من التلاجة قبل ما استخدمها ب5 دقايق تهدى بس شوية. هنخلط الزبدة مع الدقيق كويس جدا. عايزين كل حبيبات الدقيق تتغلف بالزبدة وتبقى معانا زي الرمل المبلول بالشكل ده كده. اخر حاجة هنضيفها الزبادي، هنخلطهم مع بعض وهي ما بتحتاجش عجن كتير، يعني يا دوب كل المكونات تختلط مع بعضها وتكون معانا عجينة طرية ومتماسكة بالشكل ده. هنغطيها كويس عشان العجينة ما تنشفش، وهندخلها التلاجة من ساعة ونص لساعتين ترتاح بس شوية. وبعد تقريبا ساعتين طلعتها من التلاجة. هنقسمها لنصين، نص هنغطيه ونرجعه تاني التلاجة، والنص التاني هنفرده. هنرش رشة بسيطة من الدقيق وهنفرد عليها العجينة. هي بتبقى في الأول متماسكة شوية لكن بتطرى على طول وبتتفرد بمنتهى السهولة. هنفردها بشكل مستطيل، والسمك بتاعها بيبقى رفيع لكن مش خفيف قوي لدرجة ان هو يتقطع مني. وهنظبط كمان الأطراف يبقى إلى حد ما شكلها متساوي شوية. وهنيجي من عند الطرف ونبتدي نلف رول بالشكل ده لحد ما نوصل للآخر، ونقفل الطرف كويس قوي. وبعد ما نلفه هنفرده بإيدينا، يعني نلف بالشكل ده ونطلع لبره، نلف ونطلع لبره. هنلاقي طوله معانا بيبتدي يزيد شوية. ولو عايزين بقى تقطعوه قطع متساوية شوية ممكن نستخدم مسطرة. دي مسطرة أنا بستعملها في المطبخ. هنقطعه بطول 3 أو 4 سنتي زي ما تحبوا حجمه، أو ممكن نقطعه بالنظر بس كده لأحجام متساوية. هي هتعمل تقريبا معانا من 13 ل 15 قطعة حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. وهنجيب طبق هنحط فيه شوية من السكر، سكر الحبيبات العادي بتاعنا، وهناخد كل قطعة ونحطها في السكر، نغطيها من على الوش ومن على الجوانب بالشكل ده، وهنرصهم في صينية عليها ورق زبدة، أو حتى من غير ورق زبدة هي مش بتلزق. وهنكرر نفس الطريقة مع كل الكمية. وهناخد النص التاني من التلاجة ونفرده بنفس الطريقة اللي فردنا بيها، بس دي أنا هحط فيها السكر من جوه مش من على الوش. هنجيب معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة قرفة، هنقلبهم مع بعض وهنفردهم عليها. أنا بضعف بصراحة قدام أي حاجة فيها قرفة وبحب أزودها، فهحط كمان نص معلقة صغيرة من القرفة. واحنا بنفردهم بلاش نوصلهم للطرف عشان نعرف نقفلها. هنضغط عليهم بايدينا عشان يمسكوا في العجينة، وهنلفهم رول بنفس الطريقة، وقطعوهم بالمقاس اللي تحبوه. ممكن بدل السكر من على الوش او من جوه، ممكن بعد ما تستوي تحطوا عليها شوية من صوص الشوكولاتة، برضو بيبقى طعمها حلو جدا. هنرصهم في صينية وهنكون مسخنين الفرن على درجة 180. هتاخد معانا تقريبا من 25 ل 30 دقيقة، او اول ما نلاقيها خدت لون من تحت نفتح الشواية تاخد لون خفيف من على الوش. نطلعها ونسيبها تهدى شوية. ريحتها فظيعة، واللي بالقرفة طبعا من وهي في الفرن ريحتها تجنن، مقرمشة من بره ومن جوه طرية وهشة جدا. طعمها بجد رائع. طريقتها سهلة جدا ومكوناتها بسيطة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وبألف هنا على قلوبكم، واشوفكم على خير.